اتكلمنا في الجزئين اللي فاتوا عن الاسباب اللي بتزود استهلاك البنزين وليها علاقه باسلوب السواقه او بالميكانيكا وقطع الغيار بتاعه العربيه. في الفيديو ده هنتكلم عن الاسباب اللي بتزود استهلاك البنزين وليها علاقه بالكهرباء بتاعه العربيه. اولا هتكشف على العربيه بالجهاز وتشوف لو هي مسجله اي اعطال تحلها، ودي مش هقدر اقولها لك في فيديو واحد لان كل مشكله وليها حل. بس في نصيحه جدا في الحته دي، مش عشان العربيه مسجله عطل في جزء معين يبقى المشكله في الجزء ده. وخليني اقول لك مثال، ممكن العربيه تكون مسجله عطل مثلا في حساس الشكمان، طبعا كل افتراضك ساعتها ان الحساس هيكون بايظ وهتروح تشتري واحد مكانه، والمفاجاه بعد ما تروح وتغيره وتركبه العطل هيفضل هو. طب ده حصل ليه؟ وارد جدا المشكله تكون في الضفيره بتاعه حساس الشكمان، بسبب الحراره الزياده ممكن العوازل تكون اتاكلت والسلوك لمست في بعضها ووصلت اشاره غلط للكمبيوتر، والاشاره راحت ملخبطه، وبالتالي الكمبيوتر سجل عطل في الجزء ده، والصنايعي عشان حافظ مش فاهم قالك تروح تشتري قطعه غيار مكانها وتركبها. المفاجاه انك بعد ما ركبتها العطل هو للاسف ساعتها مش هتعرف ترجعه لان انت خلاص ركبته. فطبعا المشكله دي ممكن تحصل في اي جزء في العربيه، الفيشه بتاعه ترمبه البنزين، الرشاشات، المباين، اي جزء في العربيه قبل ما تغيره بسبب عطل هو مسجله راجع على الضفيره بتاعته، خصوصا لو فيها لحام قديم، ولو فيها شغل قديم راجع عليه وتاكد انه سليم بنسبه 100% عشان لا قدر الله حتى ما يعملكش مشكله بعدين. اخر جزء خبيث ليه علاقه بالكهرباء بتاعه العربيه وممكن يزود استهلاك البنزين ويلخبط العربيه كلها، واللخبطه دي بتختلف من واحد للتاني. وخليني اقول لكم مثال، كان في متابع من المتابعين باعت لي ان العربيه كل شويه تطلع له عطل شكل، بعد شويه العطل ده يروح وتطلع له عطل تاني، وكمان شويه يروح ويطلع غيره، وساعات العربيه ما ترضاش تدور، وساعات المساحات تشتغل وهو ماشي لوحدها، وهكذا. الاعطال اللي من النوع ده غالبا بيبقى سببها الكهرباء بتاعه العربيه، وبنسبه 90% بيبقى في الكمبيوتر بتاع العربيه او الاي سي يو اللي هو كنترول الموتور. لو في اي مشكله في سلوك الكهرباء وكانت ملمسه في بعضها عنده، او حتى وقع عليها ميه من غسيل العربيه او من غسيل موتور قديم، هتعمل المشاكل دي، وساعتها لازم تنشفها كويس وتعزلها او تغير الاجزاء البايظه. كده هنكون خلصنا سلسله استهلاك البنزين اللي من 3 اجزاء. احفظ بقى الفيديوهات دي عندك عشان هتحتاج ترجع لها لو لا قدر الله المشكله دي حصلت عندك. كالعاده لو في اي سبب انا ما قلتهوش اكتبه لنا في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو.